اللي هنقوله في الفيديو ده العهدة فيه على الراوي، بس هي علشان خاطر الكلمة منتشرة وموجودة، يعني دايما بنقولها على لسان المصريين لما حد يجي يقول أي كلام بدايته غير منطقي أو غير مقبول عند الطرف الثاني، فبنقول له هو أنت بتقول ده أول القصيدة كفر؟ هو في قصيدة معقولة بدأت بكفر؟ حاشا لله. في قصيدة بدأت بهذه الكلمات اللي رفضها الناس من زمان ومرفوضة لحد الآن. لما هتعرف مين اللي قالها وهي الكلمات، تعال أحكي لك الحكاية. هو أول قصيدة كفر. طب مين صاحب القصيدة دي؟ صاحب القصيدة دي كان شاعر اسمه ابن هنا الأندلسي، وده كان واحد من شعراء المغرب العربي، وعمل القصيدة دي بغرض ان هو يمدح الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. كان في نوع من الشعر اسمه شعر المديح، زي الهجاء او اي لون تاني من الوان الشعر، بهدف ان هو يتكسب من وراء القصيدة، ولكن هو يعني جود من عنده لدرجة ان هو طلع كلمات مرفوضة الناس رفضتها في وقتها، وكمان مرفوضة لحد الآن لأن هي غير مقبولة شرعا، وده الأهم، ولا عرفا ولا منطقيا. وعشان كده أنا بدأت الفيديو بتاعي بقول لك العهدة على الراوي، ولكن بهدف ان أنا أعرفك إيه مصدر الكلمة. على يعني جزء من القصيدة هقوله. كان بيقول للخليفة المعز لدين الله الفاطمي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، فكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. أنت الذي كانت تبشرنا به في كتبها الأحبار والأخبار، هذا إمام المتقين ومن به قد دوخ الطغيان والكفار، هذا الذي تجدى شفاعته غدا حقا وتخمد أن تراه النار. حاشا لله طبعا إن هو يشبه الخليفة بسيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان بالذات الإلهية، فنحن نبرأ من هذا الكلام. عشان كده الناس رفضت هذه القصيدة وقتها وهجموه وقالوا له هو أول القصيدة كفر. أشوفكم إن شاء الله تعالى في فيديو جديد على حكاوي مصر. في أمان الله.